حضرتك أنا بقى عندي مشكلتي. متجوز بقالي 43 سنة. ما شاء الله. مم. خلف بنت جماعية مم. واتجوزت وخلفت وولدين اتجوزوا وخلفوا. ما شاء الله. بس المدام من يوم كانت متجوزة قبل مني مم. ومخلفة ولد. حلو. كنت فالواد ده سابته عنده حوالي سنة، ما شافتوش الا بعد 16 سنة. انا كنت قاعد معاه بقول لها يا بنتي لازم تعرفي ابنك وهو عند خالتك وتعرفي ابنك وتقربي. ما رضيتش خالص لحد ما انا جبته بعد 16 سنة. انت اللي جبته؟ اه. اه. ورحت لخالتها قلت لها انا مؤمن بالنصيب وانا راجل عارف. وخالتها دي كانت حماتها؟ كانت حماتها اه. اه. وانسوا كل ده وعايزين نفتح صفحة جديدة والواد يعرف أمه وهي تعرفه وبتاع. ويعرف اخواته كمان. يعرف إخواته. مم. لأن أنا قابلته وإحنا جايين ومعايا 3 أولاد كانوا صغيرين لسه. مم. وندهت عليه كان في قلب أرض كده وندهت عليه. قلت له تعالى اسمك إيه؟ قال لي اسمه فلان الفلاني. مم. فبقول له أنت عارف الست دي؟ قال لي لأ. قلت له دي مامتك. قال لي مامتي ماتت. أنا معايا مامتي في البيت مرات ابويا. امي كذا وست كذا. وهو فعلا كان بيقول لك كده؟ هو ده اللي مفهمهوله ولا الولد اللي مش عايزها عشان هي ما لا عزتوش؟ هم اللي فاهمينه. الست اللي فاهماها قالت له امك ماتت. فطبعا قدام امه انا بصراحه ربنا تعبت. من اللحظه ديت انا تعبت. فانا زعلت. هي ما كانت تغضب مني تسيب لي الواد عنده شهرين 3 4. بقيت على قد ما بقدر احافظ عشان خاطر اجيب ما ترميش ولادي كده. اه، وهي عندها استعداد، هي بتسيب ولادها عادي. بتسيب ولادها. فالمهم دنيتي احافظ يعني في الدنيا ماشي مرة زعل مرة كويسين. المهم بقيت هدادي لحد ما أولادي كبروا وبقوا كويسين أوي الحمد لله. وجوزتهم وبنيت بيت. بس في مشكلة هنا من يوم بقالنا أكتر من حوالي أنا عندي 68 سنة. وحضرتك بقى اللهم صل على حضرة النبي عليها أفضل الصلاة والسلام. جت بتقول لي أنا كنت بشرب دخان سجاير أساسا بقالي أكثر من 55 سنة. فأنا اتجوزتها وأنا بدخن. عاشت معايا يجي حوالي عن 30 سنة أو 32 سنة. وبصيت لقيتها إيه؟ قالت لا السجاير ديت أنا مش طايقاها. دخلت لقيتني مولع سيجاره في الصاله بتاعتي كبيره حضرتك في البيت. انا بنيت بيت لوحدي بعيد عن البيت العيله. وقاعد في البيت تبص تلاقي قاعده برضه تروح واخده بعضها وراكنه في اوضه لوحدها بعيد عني. ما عمرها في حياتها ما لو حتى بيتنا في اوضه ممنوع الباب يتقفل. يا ست اقفلي الباب دي اوضه نوم. لا العيال صاحيين العيال مش عارف ايه يعني 6 عيال صاحيين ايه ولا بتاع ايه. يا ست مش كده. عمرها ما طلعت لي لما عاوز غيار تجهزولي. عمرها ما جت قالت لي تقوم الشطف. طب انا عارفه، انا عايزه اسال حضرتك سؤال. ايه علاقه ابنها باللي انت بتحكيه؟ ابنها راح فين الاولاني؟ معانا بقى دلوقتي بيجي يزورها وكل حاجه واتجوز وجوزته وكل حاجه.
انت اللي جوزته؟ جوزته ومشيت معاه في الجوازه اللي هو اختارها. هو ابوه لسه عايش؟ وابوه موجود لسه. وابوه موجود، وابوه بيقابلني وبيسلم عليا عادي، مفيش مشكله. انا وهو سامح الولد، سامح امه، مفيش مشكله معاها؟ الولد نفسه ما قالش لامه انت ازاي سبتيني؟ لا، هونت عليكي؟ هي خلقيه جدا، ممكن تشتم عيل متجوز وخلف قدام مراته، وممكن تبهدله قدام مراته. واللي معايا برضه هنا بيتبهدلوا نسوانهم ورجالتهم منها، بيشتمهم. وممكن ما تكلمش ابنها وما تقعدش معايا على الطبليه وانت مش عارف ايه، ما تقعدش معايا على الاكل. اقول لها يا ست كده ما ينفعش. العيال حتى الاحفاد بتاعتنا يعني هي ممكن تقل ادبها عليك قدام احفادك؟ كتير كتير. يعني كتير جدا. طبعا انا لحد ما انا يعني بصراحه ربنا نفسي نسدد بجد، تسدد خالص عنها. بقيت انا قاعد لمؤاخذة نايم في مكان وهي قاعده في مكان، ما تخش وتخرج انا ماليش دعوه بيها خالص. وممكن نقعد بال20 يوم وال15 يوم ما نتكلمش الا اذا كانت عائله حد يخش علينا من اهلها ولا من حد، يبقى كلام بس. وبعد كده بعد ما يمشوا كل واحد في حاله. والحال ده لحد دلوقتي مستمر؟ وهو مستمر لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي مستمر. وبعدين الناس جبت مشايخ ورحت جبت مشايخ، قال لي يا ستي ده يعني هيعمل ايه؟ هو مريض بالسيجاره. يعني هي خلافها معاك التدخين ولا هي واخداها حجه؟ لا، التدخين. خلافها معايا تدخين. يعني انا عايزه اسالك سؤال، لو انت فعلا رضيتها او دخنت بره البيت هي هتبقى كويسه معاك؟ افتح الباب لستها. ها؟ لو انت رضيتها ودخنت بره البيت وانتوا بتكبروا يا حاج، ما مش صغيرين. طب ان خرجت حضرتك وجيت تقول لي ايه الريحه دي؟ بتبقى لسه ريحه الدخان. طب انا عايزه اسالك سؤال يا حاج، بغض النظر عن مراتك، انت بتقول انا عندي 68 سنه، بتدخن بقالك 55 سنه، انت مش خايف على الباقي من العمر؟ يعني ربنا يديك العمر، مش خايف؟ انت فاهم رئتك دلوقتي بقت عامله ازاي؟ انا بغض النظر عنها، بص اصل انا اخاف من حاجه. انا عايزه بس عايزه الفت نظرك لحاجه. بص حضرتك انا مش عايزاك تعاند معاها على حساب صحتك يا دكتوره. حضرتك ما دخلت هي ما قالتش السلام عليكم ولا تعرف حتى، وبتصلي وبتصوم وقلت لك مرتين عمره وحجت. وحجت. طب يا سيدي، ما هي ممكن تكون زعلانه واخده على خاطرها، شايفاك مفضل السجاير عنها، فده مزعلها. طيب انت ليه ما تراضيهاش؟ دي عشره عمرك، انت استحملتها 43 سنه، ده مش مده قليله يا فندم، انت مش بقالك سنه، ده انت 43 سنه، ده عاشت معاك اكتر ما عاشت مع اهلها. وعملت معاها الواجب وجبت لها ابنها وجزاك الله كل خير وكنت راجل جميل. جاي دلوقتي تبوظ حياتك في احلى سنين عمركم وانتوا مالكوش غير بعض عشان السيجاره؟ لا يا سيدي، تترمي السيجاره، ومش مهم السجاير عشانك انت مش عشانها. عشان 68 سنه ربنا يديك الصحه لازم انت تاخد بالك من نفسك، لازم انت تبقى عامل حساب السن. وهي كمان على فكره هي مش صغيره، هي بتكبر، يعني هي قدك اكيد في السن او اصغر بحاجات بسيطه. يمكن زمان كان التدخين ما بيضايقهاش، لكن بحكم سنها التدخين بقى يضايقها، بقت تتضايق من ريحته، بقت تبقى حاسه انها عايزه ترجع، بقت تحس ان هي صدرها بيقفل. طيب يبقى احترم رغبتها، مش هي شريكتي في الحياه؟
وعشنا 43 سنة مع بعض وربنا العيال وكبرنا العيال وجوزنا العيال، يبقى احترم رغبتها. متضايقة من التدخين ما ادخنش. اجي على نفسي، الموضوع صعب، اشوف دكتور، اشوف دواء اخده. لو هدخن ادخن بعيد عن البيت لو انا مش قادر خالص، مع اني انا اتمنى انك تبطل التدخين عشانك انت. حضرتك 68 سنة، فلو ربنا كاتب لك 10 سنين تانيين عيشهم بصحة بقى، عيشهم بصحة. انت قعدت 55 سنة مبوظ في رئتك، رئتك يعني انت دمرت الرئة، دمرت الرئتين عندك خالص. فلو ربنا مديك 10 سنين كمان، 20 سنة كمان، عيشهم حلو، عيشهم شم نفس حلو، شم هوا نظيف، ما تضايقش اللي حواليك. وعلى فكرة اللي بيدخن مش هيتحاسب بس على صحته، هيتحاسب على صحة الناس اللي حواليه، لأن في تدخين سلبي. أنا بقى قاعدة جنبه مدخن باخد نسبة كبيرة جدا، باخد 70% من النيكوتين اللي عمال يطلعه. يبقى مش بس بأذي نفسي، ده أنا بأذي لمراتي، بأذي أحفادي لو قاعدين معايا في القعدة، بأذي ولادي. طب وليه؟ ليه أكون عبد لسجارة؟ ليه؟ أنا ضد التدخين تماما لرجل أو لسيدة، عشان في موضة دلوقتي برضو منتشرة جدا جدا بين السيدات، وبقت موضة مزعجة جدا جدا لما بلاقي كم السيدات اللي بقت تدخن، وإن كان بقى سجاير، إن كان فيب، إن كان أي نوع من المسميات اللي طالعة. في إيه اللي حصل؟ هي صحتنا دي يا جماعة مش ربنا هيسألنا عليها؟ هي صحتنا دي ملكنا؟ لا مش ملكنا. ربنا لما خلق لنا الصحة أو ادانا الصحة أو ادانا النظر أو ادانا الكلى أو ادانا الكبد، دي مش حاجتنا. بتبهدلوا في حاجة مش بتاعتكم ليه؟ دي أمانة هتسألوا عليها. فلو سمحت يا حاج، حاول تلم الشمل، وربنا يبارك لك في حياتك انت وزوجتك وولادك، وبطل التدخين عشان نفسك أولا مش عشانها بس. ولو مش قادر ما تأذيهاش، ابعد عنها وارجع نظف نفسك، اغسل سنانك، ظبط حالك، عشان ما تبقاش هي متضررة من الريحة. وساعتها هي هتبتدي تحس انك بتضحي عشانها، فهتشوف منها كل خير وهتشوف كل حاجة حلوة.